خوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد هذا الصباح هذا. يا صراحه ما نكذبش عليكم، دابا في طريق العمل والله خوتي تشوفوا هذا الجو هذا غير ما تمشيش تخدم وحق الله. كتلقى الشميشه صابحه، يعني شحال هادي ما صبح الجو بحال هكا. كتلقى شميشه زينه، نهار ماشي ديال الخدمه، سيرتو ان اليوم الحد. هانتوما عباد الله، امكم راه دابا راه حنا شادين شي طريق وراه ضاربين شي شويه في شي قط كارنيفور. ما علينا. اليوم بغيت نهضر في ثلاثه ديال المواضيع ان شاء الله. الموضوع الاول غادي اول حاجه هنيئا لواحد الشخص اللي تواصل معايا هذا الصباح هذا. جا عقد عمل عن طريق لو سيت ديال اش 360 غوسوس. من هذا المنبر غادي نقول لك اخويا مبروك عليك والله يسخر ويكمل لك بالخير. غادي يجي هو المنطقه ديال كيبيك، الله يسهل عليه. اللي بغيت نقول لكم في هذا، علاش ذكرت هذه المساله هذه، باش تعرفوا بانه راه هذاك لو سيت ديال اش 360 راه فيه ما يدار. الله يخليكم، كاين شحال من واحد كيشكك في الحاجه، علاش؟ حيت ما وصلاتوش لا انفيتاسيون ولا جرب وما كتبليش انه يصيفطوا ليه شي عقد عمل ولا انهم يطريطيو الدوسي ديالو. ما علينا. المهم اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا لو سيت هذا راه كاين وخدام والناس هما تيجيو به، وها هو الدليل ديال السي يوسف. تواصل معايا هذا الصباح هذا بالانستغرام، الله يسهل عليه، وقال لي بان حتى شي صديق ديالو غادي يجي بنفس الطريقه. المهم نتمنى التوفيق للجميع. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاخوان كانوا لقيت واحد التعليق في لاشين. شي سيده كتسول على قبل الزوج ديالها غادي جاتو كونطرا. هاد الكونطرا قالت لي بدوام جزئي، بدوام جزئي، يعني ماشي فول تايم، غيخدم غير بارت تايم. البارت تايم يعني يقدر يخدم 20 ساعه 15 ساعه السيمانه، ممكن ما يخدمهاش حيت ما كايناش خدمه، ممكن يخدم اكثر، يعني بارت تايم. الوغ بغيت نشرح لكم هذه المساله ديال البارت تايم باش الواحد ياخذها بعين الاعتبار. راه ما يمكنش يعطيوك عليها فيزا. عندك عقد عمل اللي غادي تخدم فيه سوايع محدوده، يعني ما وصلاش 35 ساعه، حيت الفول تايم ولا دوام كامل هو ابتداء من 35 ساعه، ما بين 35 كيلعب في الانترفال ما بين 35 و 40. اي حاجه زادت على 40 ساعه راها كتولي اوفر تايم، كتخلص مضروبه في 1.5. يعني مثلا كان واحد خدام مثلا دايرين معاه 20 دولار للساعه في الوقت العادي ديالو. انا دابا كنشرح لكم الاوفر تايم كي كيتحسب. في الوقت العادي ديالو عنده 20 دولار للساعه. منين تيخدم شي ساعه من الفوق 40 ساعه، يعني في السيمانه كاينه 40 ساعه، يعني ملي كيحسبوا له كيخدم فوق من 40 ساعه، اي ساعه خدمها يبقى كيخدمها ب 30 دولار، ماشي ب 20 دولار. وكاين اللي كيقول لك لا كتكون مدوبله يعني 40 دولار، راه ماشي 40 دولار، كتضرب في 1.5 يعني غتولي 30 دولار. ما علينا. هذا شرح ديال الاوفر تايم. كما قلت لكم الاوفر تايم كيتحسب من بعد 40 ساعه. عاوتاني كاين شي واحد اللي كيقول لك انا هذا النهار هذا خدمت 9 سوايع، ولكن واحد النهار خدمتي غير 7 سوايع. وهادشي اللي تيحاولوا يديروه بزاف ديال لي باترون ولا لي ماناجر ديال اي ستور. مثلا اللي كيشوف بانه في السيمانه عندك الاوفر تايم، ما كيبغيوش هما يديروا الاوفر تايم. شاف بلا عندك الاوفر تايم كيحاول واحد النهار غادي ينقص لك، يخدمك غير قل باش انه يجيبك في ديك الانترفال ديال 40 ساعه 39 باش ما يخلصش الاوفر تايم. ومن هادشي كامل الاوفر تايم راه ما مزيانش ليك حتى نتايا. علاش؟ حيت في الطاكس الضريبه غادي يزيدوا يهلكوا، يعني راه قد ما كان المدخول كبير قد ما كان الضريبه حتى هي كبيره. ما علينا. كما قلت لكم اخوتي، بالنسبه للناس اللي دبروا على اللي جاهم عرض عمل ولحد الان مازال ما قرروش واش يوافقوا، يعني هذا هو السؤال اللي كان جاني، واش غادي نوافقوا ولا لا. راه حنايا حايرين. غادي نقول لكم انت غادي توافق على عقد العمل، راه ما غاديش يعطيوك الفيزا على قبل الورك بيرميت. علاش؟ حيت الورك بيرميت خصو يكون بيرمانون، وان عندك واحد الورك بيرميت كلوز يعني مسدود. الورك بيرميت اللي عندك كيكون مسدود.
يعني هنايا يعني بالاحسن يكون الفول تايم ما يكونش بارت تايم. كاين ممكن اللي يخرج لك على حساب سيزونيي، خدمه سيزونيي، ولكن هذيك عاوتاني على حساب المشغل وما كتكونش بالموبيليتي فرونكوفون. هذيك كيدير لك المشغل اليماي على ما غادي تخدم داك سميتو هذاك الخدمه اللي عنده. ملي كتسالى ديك المده بحال مثلا المساله ديال الفلاحه، كتسالى ديك المده كترجع في حالك. هادشي اللي كاين. النقطه الثالثه والمهمه كاع هي بزاف د الاخوان سولوني على الطريقه ديال العيش هنايا في كندا والجوانب من الحياه اللي عايشينها حنايا هنايا، والقضيه ديال غلاء المعيشه. غلاء المعيشه وهي اللي غادي نركز عليها هذا النهار هذا، غلاء المعيشه. خوتي بزاف كنشوف بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال الحملات في جميع البلدان، راه في اوروبا، في المغرب، في الجزائر، تونس، كلشي كيتشكى من غلاء الاسعار. حتى هنا خوتي راه كاين غلاء الاسعار، راه طالع بزاف بزاف بزاف. بنادم راه واكل العصا، ولكن ملي كتلقى المساله غاديه على ماشي على العالم كامل، راه ما عندك ما دير، ما عندك ما دير. راك خدام وداك الشيء اللي صورتيه راك كتاكلو، ونقصتي من دوك المصاريف اليوميه ديالك باش ديال تجيبها تعادل. راه هادشي اللي ماشي في العالم كامل اخوتي، راه الازمه على كلشي. يعني قال جات كورونا من موراها هاد الحرب ديال اوكرانيا. المهم هادشي اثر على العالم بزاف، اثر على العالم بزاف، العالم كامل. نهضروا على المدينه اللي انا فيها كيلونا. بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يجيو لكيلونا، ما كيبغيوش يجيو لبيسي كاكول، كيقول لك بيسي غاليه. فعلا كاينه بالنسبه لكيلونا غاليه بصراحه، يعني واللي كيغلي المعيشه شنو هو الكرا. اما المواد الغذائيه راه فين ما مشيتي راه غادي تلقاها. وكاينين واحد الحاجه بغيت ننبه ليها، كاينين بزاف ديال الاخوان، بزاف ديال الناس، ودابا كانوا غير اجانب، والاغلبيه كانوا غير الناس اللي كنقولوا عليهم هومليس، اللي ما عندهمش الديور، يعني دوك المتشردين ديال برا، هما اللي كانوا كيستافدوا من هذه المساله هذه. ولكن دابا وليت كنشوف كيستافدوا منها بزاف ديال المهاجرين، بزاف كنعرف شي مغاربه نيت كيستافدوا منها، كنعرف سميتو السوريين ديما. بالنسبه ولاو دابا حتى بعض الكنديين ولاو حتى هما كيمشيو يستافدوا منها. علاش؟ حيت كتلقى الغالب الله شنو هي مساله ديال الفود بانك. دابا كنهضروا على المواد الغذائيه، المساله ديال الفود بانك. الفود بانك هو واحد المؤسسه دايرينها، يعني هي خيريه، كيجمعوا تبرعات من المستثمرين، من اي واحد، من ممكن حتى من المواطنين. شحال مرات كندوزو للسوبر ستور كتلقى بان دايرين واحد صندوق كبير، وان مساعدات الفود بانك، ولا كيعطيوك ليست شنو ممكن اللي محتاجين، شنو ممكن تشري، انت كتشري وكتلوحو في داك الصندوق، هما تيديوه لدوك سميتو المحلات ديالهم باش كيفرقوا على المساعدات على المحتاجين. يعني كما قلت لكم بهذه الظرفيه الحاليه اللي كيعيشوها بزاف ديال الناس، ولا اللجوء لهذا فود بانك، وان المساعدات الاجتماعيه اللي كاينه هنا. حيت صراحه هنا كاين واحد التكافل اجتماعي ما بين الناس. يعني كاين اللي كيكون عنده كيحاول يعطي اللي ما عندوش، وهي الامور غاديه هكاك. هذاك التكافل اللي نورمالمون الاسلام راه كيحثنا باش اننا حنايا نديروه، ولكن ماشي غير في مناسبات ملي كيقرب رمضان ولا في الاعياد اللي حاجه. راه التكافل كيكون على طول العام، حيت العام راه فيه 365 يوم. المهم ما علينا خوتي، كما قلت لكم الغلاء ديال المعيشه اللي مغليها هنايا راه هو السكن، الكرا، ديور. اما بالنسبه للماكله موجوده فين ما مشيتي تاكل، بغيتي الغالي، بغيتي الرخيص، بغيتي الحلال، بغيتي داك العادي، كلشي كاين. قضيه ديال الماكله والمواد الغذائيه ما تخممش فيها، كلشي كاين. ولكن المشكله فاش؟ في السكن اخوتي. مثلا انا كاري واحد لابارتمون وما تلقاش هذا الثمن في شي بلاصه هنا في كيلونا نهائيا، كاريها ب 1250 دولار. غنخرج منها غادي يطلع الثمن ديالها صاروخ. قبل منا كنت في واحد لابارتمون كنت كاريها ب 1150. كنهضرك على ابارتمون فيها دو شومبر، جوج ديال الغرف، كنت كاريها ب 1150. يلا خرجت منها اللي غادي يكريها لي من مورايا 1400، يعني تزادت 250 دولار سور بلاص. هادشي راه ما داخل فيها لا ماء لا ضوء، يعني الماء راك ما حنا ما كنخلصوش، ديما داخل مع الكرا. ما فيها لا ضوء لا ويفي لا تليفون لا حتى شي حاجه. يعني
غالبا يعني البنادم كيدير يلعب مع المعيشه هنايا، كيحاول خلصه وحده راه ديال الكرا، وخلصه وحده ديال المعيشه والفاكتورات، حيت الكرا كيدير لك تقريبا نقولوا واحد كاين على حساب 40 50% من الصالير ديالك. هادشي اللي كاين. وكاينين دوله دايره مساعدات الناس اللي يعني الدخل ديالهم، هادي خص بزاف الناس اللي قالوا لي راه منين تشد البي ار راه غادي يعاونوك في الكرا وهادي نقول لكم شنو كاين. ملي كتكون عندك لا بيرمانونت لا ريزيدونس بيرمانونت، ملي كتكون مقيم هنايا في كندا، الدوله كتعاونك في الكرا، كيبقاو يعطيوك $500 الشهر، ماشي ليك انت، غيعطيوها لهذاك اللي كاري عنده انت. ولكن كاينين شروط. شنو هما الشروط؟ الشروط هي المدخول ديالك. الا ما كان، الا المدخول ديالك ناقص، شنو هو المعيار اللي دايرين؟ الا كنتو عائله، يعني المدخول ديال البيت ديالكم، المدخول كيكون اقل من $35,000 في العام، اقل من $35,000 في العام. الا كنتي سيليباتير خص يكون المدخول ديالك اقل من $20,000 في العام. باش هنايا بزاف ديال الناس خصهم يعرفوا شنو ليهم وشنو عليهم. ماشي كيقول لك انا نشد البي ار باش غادي ندفع نستافد من الكرا، وانتيا عندك سالير ديالك طالع، مثلا كتشد من 36 40 45 50 الف دولار في العام اللي كتصورها. يعني هادشي كي كيديروا يعرفوه، راه اصلا من داكشي ديال الطاكس اللي كتدفع نتايا كل عام، ليطا ديال الطاكس ديالك. اون فوا غادي تبغي تبوستولي، كتكليكي على بوستولي، شنو تيقولوا لك؟ الا كان عندك سالير طالع كيقولوا لك الريكوردز ديالنا كيقول لنا بانك نتايا ما عندكش الحق تستافد من هاد الميزه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله. صافي نسى، يعني هذوك دايرينها الناس اللي محتاجين، خلينها الناس اللي محتاجين. الناس اللي عندهم ما يستافدوش. وانفين يعني هنايا باش الامور كتمشي مقننه، ماشي باش الدعم كيتعطى للناس اللي محتاجينه، يعني كيتسمى كما كيقولها دعم مباشر لدوك الناس. هذه وحده. القضيه ديال الكرا يعني داكشي باش شتا مؤخرا، هذه وقيله شي كنظن وقيله شي شهرين ولا 3 شهور، باش كندا خرجوا بواحد القرار كيمنعوا انه الناس اللي برانيين على البلاد ما يشريوش العقار. علاش؟ انا دابا في واحد البلاصه، واحد الشارع سميتو باندوسي، هو اللي عندك فيه الخدمه. كاينين هنايا كندوز على واحد الديور مسدودين، فيلات هكا صغيورين مسدودين. علاش؟ هما ليهم يا اما هنود يا اما شناوا يا اما جابونيين اللي كانوا جاو بشحال هادي، شراو الاراضي، داروا الديور، سدوهم ومشاو بحالهم، كيتسناو منين كيطلع العقار عاد كيجيو ويبيعوه. هادشي كامل هو اللي تيخلي العقار كيطلع. هذا بحال الا قلنا الاحتكار في مجال العقار. هذاك الاحتكار في مجال العقار غير مرغوب فيه، اصلا تيضر الاقتصاد، كيضر المواطنين، كيضر كلشي. باش حتى حنايا في الاسلام راه محرم عندنا الاحتكار. ها انتم اخوتي، الكرا هو كلشي. الا دبرتي في شي كريه مزيانه راك غتعيش بخير. الا كان الكرا ديالك غالي وطالع بزاف تقدر تمحن اخوتي، وهذا هو اللي كنقولوا على غلاء المعيشه. صافي، شي حاجه اخرى ما تقول لي لا ماكله لا حتى شي حاجه، كلشي موجود، كلشي موجود. بالنسبه للناس اللي بحال واحد سولني على المساله ديال اللحم، واش كتاكلوا داك اللحم العادي ولا كاين الحلال؟ الحلال موجود، وعمرني ما دخلت لداري دجاج ولا لحم اللي ما مطبوعش عليه حلال، عمرها ما طاحت في كرشنا الحمد لله. اي نعم الحلال زيد شويه، ولكن اخوتي راه كاين. مشيتي لسوبر ستور كاين الحلال، مشيتي لوالمارت كاين الحلال، مشيتي للكوسكو كاين الحلال، انديبندنس فيه شي حاجه ديال الحلال، سيفون فود عندهم الحلال،
كاين هنايا بزاف، كاين حاليا ما نقولش بزاف، جوج ديال المحلات اللي كيجيبوا يعني داكشي عربي عندهم الحلال. اني راه فين ما مشيتي كاين موجود. الا بغيتي يعني كما كنقولوا تربح يعني المبادئ ديالك، الحلال راه موجود، ما عندكش مناش تخاف. هذا ما كاين اخويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.